يجوز يسأل من يسأل إنه ليش دائما تتسم منشوراتك بالموعظة والحكمة وإبداء النصائح للناس، وإنه كل هذا المحتوى أصبح من النادر وجوده على هاي الساحة اللي كلها هرج ومرج وفضائح وناس تجيب معدل الناس، والمهم وراء هذا الشيء الشهرة والبلوغ لأجل ما يعلم غير الله. فأقول للناس، طبعا الناس الأصيلة اللي تعرف قيمة نفسها والناس الصادقة اللي أصبحوا مع الأسف قلة قلائل، فيكون اليوم بحال ويتبدل باكر إلى 1000 حال وحال. هاي الناس أصحاب الوجوه المتعددة اللي ماخذين الحياة بهذا الشكل، وكلامي موجه لهذولا اللي يعتبرون من الصادقين، اللي ما تبدلهم المصالح، واللي مهما شافوا من مغريات الحياة لا يتبدلون ويبقون ذهب أصلي. لأنه الإنسان موقف، وإذا كان موقفك مشرف في هذه الحياة فأنت ذهب. فالحياة علمتنا الكثير، الصبر على الأصدقاء وأغلاطهم بحقنا، وعلمتنا أن نكون دائما بالكفة الصادقة. فالصدق هو شعار كل إنسان يعتمد على الله بحياته. ويمر بخاطري أحيانا أنه بهاي الدنيا إحنا ضيوف عابرين، وفترة هاي العمر لازم نكون من الناس اللي يتركون أثر طيب وجميل للأجيال القادمة اللي راح تشوف هاي المصايب اللي قاعد نشوفها بحياتنا، من محتويات تافهة ورداءة أخلاق بكل معنى الكلمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نشوف كل يوم اللي يشيب شعر الرأس، من ممارسات غير أخلاقية بحق كل شيء جميل، من الصداقة والأخوة إلى الوصول إلى إهانة الوالدين وعقوقهم. ونرى ونشوف انعكاسات هاي التصرفات على الجيل الجديد وشلون يتفاعلون معه. والجيل الجديد إخواني ذكي جدا لدرجة إنه يتفاعلون مع مقاطع يشوفونها على شبكات التواصل الاجتماعي والضر راسخة بعقولهم. فمثال، واحد يهز كرشه على صوت موسيقى ويصل للعالمية بمجرد إنه يهز كرشه، لا معنى ولا إحساس بشيء، مجرد محتوى تافه يجر وراه محتويات عديدة بعالمنا العربي. فواحد يطلع لك على البث وتلقى الناس نايمة عنده وهو يحشي بعقول هذا الجيل الكلام الناقص والتافه وقلة الأدب اللي للأسف اليوم صارت ترند. فتجي وتسأل الجيل الجديد عن نزار قباني مثال، يقول لك منو هذا؟ وين كان يرعى غنم وبأي ديرة؟ وتسأله عن الحنش أو أبو الهيبة أو عن أم العيرة، فتلاقيه ملم بكل تفاصيل حياته الصغيرة والكبيرة. وللأسف الناس حاليا كلها متوجهة على شاشات التليفون، والكل يقلد ويريد يصير ترند، إذا كان كبير ولا صغير كله راكض ورا الشهرة وكسب الأموال بأي طريقة كانت، وينسى المبادئ والأخلاق اللي تربى عليه هو وأهله. وبهاي الأيام الأخيرة صارت حوادث مؤلمة ومخزية بعالمنا العربي. نشوف الناس ملتهية بترند أم الثوب الأزرق وراغب علامة، ونست إنه بناس من أبناء العروبة يلعن أبو سلافهم ويعانون مرارة العيش والذل والحصار والحروب. والله إني حسيت إن ما إحنا عرب بل هنود أو غجر، لأنه لو عندنا مجرد إحساس أقل شيء قاطعنا هاي المنصات لمدة معينة، كان شفتوا شو راح يصير بهاي الناس. إحنا للأسف مع خليها على ربك
وربي يصلح الحال وبس.